السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحة والعافية. اليوم بإذن الله غادي نشارك معكم وجبة غنية بالفيتامينات اللي نقدروا نعطيوها للرضيع ديالنا ابتداء من 6 شهور. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا عندي البروكولي، كذلك الزرودية اللي قطعتها على هذا الشكل او الجزر، عندي كذلك الجلبان وعندي البطاطا. وهاد الخضر هذه كلها غنية بالفيتامينات وكلها كتنفع البيبي ديالنا. فكل حاجه هنايا وليها واحد المنفعه كبيره للرضيع ديالنا. هنا كيف ما غتلاحظوا معايا ناخذ واحد الكاسرول نوضع فيه الماء ونوضعو على النار نخليه حتى كيغلى شويه، وعاد غادي نضيف ليه الخضيره ديالنا تسلق. وهنا غادي نذكر معكم بعض المنافع اللي غادي يستافد منها الرضيع ديالنا من بعد ما غادي ياكل هاد الوجبه هذه. مثلا البطاطا فهي غنيه بالفيتامينات والمعادن اللي كتساعد على النمو ديال الاسنان والعظام، انها كتحتوي بزاف على الكالسيوم وكتزيد كذلك من الوزن ديال الرضيع. وهنايا من بعد ما نخليهم يتسلقوا مزيان غادي نزيد نذكر معكم الفوائد ديال البروكولي اللي هو كيعزز صحه الدماغ وكيحسن من عمليه الهضم، وكذلك مزيان للصحه ديال العظام والاسنان. اما بالنسبه للجلبانه فهي كتحسن من الجهاز الهضمي وكتساعد على التخلص من الامساك عند الرضيع، وكذلك غنيه بالفيتامينات مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، وكذلك كتساعد على تقويه المناعه عند الرضيع. أما بالنسبة للجزر فهو كذلك يساعد على تحسين الهضم وملين طبيعي، وكذلك حتى هو عنده منفعة كبيرة في تقوية المناعة للرضيع. وهنا من بعد ما سلقت لي الخضيره ديالي وضعتها في المونينيكس وكنطحنها، وهذا هو الشكل ديال الوجبه ديالنا اللي كيف ما قلت لكم غنيه بالفيتامينات ومزيانه بزاف للرضيع ديالنا ابتداء من 6 شهور. وكيف ما قلت لكم من قبل انا راه بديت للرضيع ديالي ابتداء من 5 شهور ونص، يعني كل مره كنجرب ليه خضره ولا فواكه هكذا باش نتجنب انها تكون عنده حساسيه من شي نوع من الخضره او الفواكه. ويمكن لكم كذلك انكم تصفيو هاد الوجبه هذه هكذا باش تجنبوا انه يبقاو عندكم هذوك الحبيبات هكذا ديال الخضر يعني باينين. انا راه كيف ما قلت لكم يعني ابتداء من 5 شهور ونص بديت كنوكلو، فلهذا يعني كنخلي له مره هكا طريفات صغار. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وحتى نتوما خليوني في التعليق امتى بديتو كتعطيو الوليدات ديالكم الماكله، وكيف جاوكم لي فيديو ديال هكذا واش نزيد نشارك معكم بحال هاد الوصفات. خليت لكم الراحه فيديو اخر.